دلوقتي في الحي الفاصل ما بين الحي الاول بيت الوطن ونورث ساوث، ده الحد الجنوبي. في منطقه خدمات، شركه الكهرباء دي وراها منطقه خدمات، يليها بعد كده حرف الجي بتاع النورث ساوث، حرف الجي من الجنوب، من الحد الجنوبي. احنا عندنا قطعه رقم 79 جي، بس جي دي 79 دي الحد الفاصل ما بين حرف الجي وحرف الاف في الحد الشمالي. احنا في الحد الجنوبي، ده حرف الجي، وده الحي الاول بيت الوطن. الحروف اللي هي A و B و C هنا اهوت على الشارع. احنا بنصور حرف الجي هنا من الحد، وبعد كده بتيجي منطقة خدمات النورث ساوث. منطقة خدمات النورث ساوث ديت فيها محطة الكهرباء الصغيرة اللي هناك ديت زي ما انتم شايفين، وفيها أكتر من حاجة. معرفش الدنيا هنا شغالة ولا لأ، بس خلينا نخش نشوف احنا فين. دي منطقة الخدمات. عايزين نصور قطعة رقم 79 جي ونكمل تصوير الباقي، فخلينا نخش نصور 79 جي. النورث ساوث هنلاقيها المرة دي أو مختلفة عن مرات كتير، فيها إنشاءات ومباني أكتر، وفيها شغل أكتر من مرات تانية كتير. معرفش لو الحد ده الطريق ده مفتوح، لا الطريق ده مقفول. ممكن نكمل ونخرج من الخدمات ونوريكم 79 جي نقف بيها على الطبيعة واحنا مكملين، ونوريكم بقية الأرقام. أنا دلوقتي داخل في وسط منطقة الخدمات، ده الطريق مفتوح فيها، ودي محطة الكهرباء اللي هنا اللي ماشي فيها الضغط الداخلي اللي هو ال 11000 كيلو. ودوت هناك اهو الطريق السويس لو انتوا واخدين بالكم. والمباني اللي على شمالنا دي كلها حرف الجي جوجل النورث ساوث. يلا بينا نقف على قطعة 79. هنا واقفين بقى في ميدان فاصل، اللي على يميننا دي حرف الاي، واللي على شمالنا ديت حرف الاف اللي في وشنا دي، ودي حرف الجي. في 3 قطع مبنيين اهوت. ال3 قطع دولت قطعة رقم ورا بعض، يعني ال3 قطع دولت قطعة 71 و72 و73. 71 اللي جنب الممر، 72 73 جي. طيب احنا عايزين نشوف قطعة رقم 79 جي، هنكمل وهنشوف. بعد 73 انا معرفش على اساس لان هنا جنبها الممر، يبقى 71 و72 و73 و74 شغالين فيها ايه؟ الخشب اهو. 74 شغالين فيها الخشب اهو. طبعا في وشها حرف الاف اللي بتتبني ديت هتلاقيها قطعة رقم 62. تلاقي القطعة دي رقم 62. اللي بعديها ديت قطعة رقم 61 و60، يعني هتلاقي ايه 61 و60. المهم خلينا بس نشوف 79 فين، لانها اتطلبت مننا. ربنا يسهل اعرف اجيبها. انا هنا فين بس، عشان هنا على ممر ولا على شارع رئيسي؟ خلينا نشوف. طيب في قطعة مكتوب عليها 57 اف، يبقى اللي جنبها 58 و59 الممر، يبقى دي 60 اللي بتتبني اعملها دي 60. طيب 57 اف ديت قصادها 81 جي، المفروض دي 81 جي مظبوط. يبقى اذا دي كده 82 اليافطه الثانيه دي، ودي كده 81. تمام كده 81 ما بين 82 و 81 في ممر، ده الممر، ودي كده 81. طيب 79 بقى اللي قبلها 80 واللي قبلها 79. طيب خلينا نلف كده عشان نشوفها بالظبط. دي كده 81 اوكي، يبقى دي كده 80، دي كده 80، يبقى اللي بتتحفر دي 79. يبقى اللي بتتحفر دي 79 جي. تمام كده. اللي بتتحفر دي يا جماعه وشغالين فيها قواعد 79 جي. كده وضحت. ويا جماعه النورث هاوس فيها شغل وفيها مباني كويسه
عن اخر فيديو صورته. الحد الجنوبي بتاع حرف الاي، هتلاقوا حتى اليافطه الحديد دي 47 اي. احنا مجملين كده في الحد الجنوبي. مطلوب مني قطعه في حي الاي رقم 118. لو بصيتوا هتلاقي هناك اهو طريق السويس، واخدين بالكم اهو. مطلوب مني قطعه 118 اي، هنخشها حالا من هي قبلي على جنينه اهي. القطعه دي 50 اي، مكتوب عليها 50 اي. هتلاقوا القطعه اللي بعدها 51. ممكن نخرم على فكره ونخش، بس خلينا نخش عليها على القطعه اللي على الجنينه على طول. يلا بينا. هنا في قطعه 65 اي، ماشيين في شارع داخلي. والقطعه دي 136 اي. والقطعه اللي بتتبني ديت قطعه رقم 137 او 135. المفروض ان في شارع واللي هناك دي الحديقه. المفروض في شارع واللي هناك دي الحديقه، بس الدخله مش باينه. الدخله مش باينه، لسه ما عملوش تمهيد للوصول للقطعه رقم 118 اي. هي هناك، شايف اليافطه الزرقاء دي؟ هي في الظهر، ظهرها اليافطه الزرقاء دي يافطه على الشارع الرئيسي، هي في الظهر. بس الحته دي لسه لم يتم تمهيدها، عشان برضو نبقى عارفين. حرف الدي اللي في وشنا ده، العمارة اللي مبنية في وشنا دي حرف الدي. مطلوب مني برضو اصور قطعة في حرف الدي رقمها 132 برضو على حديقة. فهل هنعرف نقف عليها ولا لا؟ خلونا نشوف. العمارة دي خلصانة، خلصت بالفعل ان شاء الله يعني. طيب حرف الدي اهوت. وده الفاصل اللي ما بين حرف الدي وحرف الاي. خلينا نحاول نخش نشوف على القطعه بتاعه حرف الدي على الحديقه، وان شاء الله نحاول نوصل لها يعني. ممكن نخرم من النص كده وهنشوف ان شاء الله. في قطعه هناك اهوت مكتوب رقمها بحرف الدي. الحته هنا يعني مش متمهده قوي، ممكن هنمشي براحتنا. انا مش ماشي باللوجان للاسف، ماشي بالفيلونس ما بتستحملش التخديره دي، بس هو قدرا كانت معايا النهارده يعني. خلينا نشوف اليافطه اللي هناك ديت مكتوب عليها قطعه كام. دخلنا في شارع داخلي. تصور انها القطع اللي جنب الجنينه تلاقيها 123 124 معرفش، بس هنشوف. اللي هي شمال الجنينه. خلينا نشوف دي القطعه رقم كام. حرف الدي. في قطعة هنا مبنية، اعتقد دي القطع الدبل فيس اللي على الحديقة، يعني دي الناصية اللي هي القطعة رقم 137 وبعدها 138 وبعدها 139 اللي على الحديقة، لأن أعتقد دي الحديقة بتاعة حرف الدي. أعتقد إن دي الحديقة بتاعة حرف الدي. الجزء ده كده الحديقة بتاعة حرف الدي. أيوه دي قطعة كام؟ 125 اهو. 125 دي تمام. 125 دي في وش الحديقة زي ما أنا قلت. مظبوط تمام. اللي بتتبني دي بقى هتلاقيها قطعة 127 دي. هتلاقيها قطعة 127 دي. ده الشارع اللي هو عليه قطعة رقم 132 اللي مطلوبة مني. دي الحديقة اهي. ودي القطع الدبل فيس معظمها اتبنت اللي في حرف التي. ودي تقريبا قطعة مثلا 129 ولا حاجة. ماشي تمام. اعتقد ان دي في حرف التي. هقف عليها ان شاء الله. ها يلا يا محمد، احنا بنحارب. احنا على فكره مش ماشيين في طرق رسميه لسه من بعيده، احنا ماشيين في النص. دي قطعه كام بقى يا محمد؟ 131. الله، 131. وادي قطعه رقم 132 اللي قدام الكلارك اهوت.
تمام. ودي الحديقه. السلام عليكم. ودي الحديقه. تمام. ودي قطعه 133 زي الفل. اعتقد الفيديو ده طول كده، هنكمل النورث هاوس في الفيديو القادم. تابعوني عشان نبقى نكمل لكم بقيه مناطق النورث هاوس والقطع اللي مطلوبه مننا. دمتم بخير، سلام عليكم.